كلب كلب. شيء تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة، ايش هو؟ السلام عليكم. اليوم بعيش برا البيت 24 ساعة واخلي المصور يصمل معايا غصبا عنه. المهمة الأولى عرضت لكم إياها في المونتاج، ما شاء الله علي مونتاج أسطوري. بركب الخيمة، لازم نحصل المكان لأنه المكان هو أصعب من أي شيء. يعني تخيل واحد يقول لك هنا ممنوع أنت تحط خيمة، يسوقون هم الهبل، ترى هي أرض الله واسعة. المهم فإحنا بنلقي لنا مكان نحط فيه. هذه خيمة من شركة والك. ليش؟ بعدين حاطين لوجو رجل. ليش؟ بمشي أنا بريح، ما أبغى أظلني أمشي، والله شكلهم بيتعبونه. فالمهمة الأولى بشكل مختصر، المهم إني بركب الخيمة، لازم أركبها. والحين أنا أحط الخيمة وأكملها، باخذ هدية، والهدية هي هذه الشنطة. ما أعرف إيش داخل. المصور هو حضر بس قال لي في أشياء تقدر تعيشك 24 ساعة، صح؟ تمام، بإذن الله إني أقدر أسويها، وعاد لازم تساعدني، صح؟ حبيبي والله، خلينا نحط الخيمة ونرجع لك. يا جماعة الخير، خلصنا ولله الحمد. بس أنت قلت لي في شنطة أخذها هدية، وين هالشنطة؟ داخل. يعني مسوي نفسي ما أعرف، أنا اللي حاطة هنا حركة إنها يلا بسم الله، ناخذ بكم في جولة للبيت الصغير. والله ما تنزع شوزك، أقسم بالله. اشرح شوزك، حذائك، ما أدري إيش تسمونه أنت عندك. يلا خش، دقيقة خش قبلك أنا. أيوه والله ديم، خلينا نقفل عشان لا أحد يشوف. والله فنان هذه. بس إن شاء الله ما يسرقون أحذيتنا. هذه شنطة، خلينا نعمل لها انبوكسينج. أول شيء نبدأ من هنا، لازم نفكر. والله اسمه كأنه كتمة شوي. يلا عادي. محفظة، 40 ليرة، والله كفو. يعني حط لي دولار تقومها، يعني ايش هسوي فيه؟ يلا خليها لا ايش، لا يوم المعاسير. هذه خلصني منه. ما في شيء صح. موية، اي والله حلوة الموية، شكرا يا مصور. معلش ثقيلة شوية صح. كتاب هتلر، ليش؟ نقرأ. شطرنج، ليش؟ أنا مسوي إنه أنا دافور. جوال، إيه والله تفهمني أنت كذا الحين. أوه، علشان الشبة في الليل، حركات. هذا عاد تلعب معايا صح؟ هذه ألسعك فيه. أوه لا خلاص لا، أمزح والله ما ألسعك فيه. دقيقة خلينا نشوف إيش في هنا. حبتين والحب بعدين، جايب لي برتقالتين، حتاكل معايا ولا أنا أكل لحالي؟ هذا إيش يعني الحين؟ ناكل مع بعض. وجايب معمول 3، ليش 3؟ جني بتعزم خذ. لا أمزح، بس ما في شيء صح. خلاص ما في شيء، الحمد لله. كم ساعة عدت؟ عدت ساعتين، لأنه أنا الساعة 2 طلعت، الحين الساعة 4. لا يعني أنا أعرف الساعة من جد، يعني عدت ساعتين، باقي 22 ساعة. طب وين المخدة؟ كيف أنام كذا؟ أوكي يلا ما خلينا نجرب. طويلة والله،
تعود على آه. نلتقي بعدكم بعد ساعة لأنه حتكون عندنا تحدي جديد. الحين عيال جتني من السلطة العليا، جتني مهمة وإذا لازم أسويها، وإذا ما أسويها ما بفوز في تحدي 24 ساعة خارج البيت. فالمهم، فشوف الترانزيشن. المهمة هي إنه بشتري بالدولار اللي أعطوني إياه، طلع لازم ما أصرفه إلا ما هم يقولوا لي. الحمد لله إني ما صرفته. أيوه، فالحين في الدولار، فبسوي لكم ترانزيشن على طول كذا. جبنا الغراض وأخذت من وقتنا نص ساعة الحمد لله. فتعالوا نستكشف الأغراض. تعالوا أوريكم الأغراض، نعمل لها انبوكسينج. يا الله بسم الله، خش يا مصورنا خش. خلينا أوريكم الأغراض إيش جبت. والله الصراحة الدولار طلع فيه من أمه فايدة. ها، أول شيء إيش تتوقعون نجيب؟ مستحيل تتوقعون. خيارتين يا أحبتي والله. هذه خيارة علشان ناكلها، وهذه جبت شوكولاتة، وإيش جبت كمان؟ جبت كوكا كولا والله باردة مع البرد كذا، يعني برد يسوي حر. هو معروفة كذا هذه. نيوتن هو اللي. البرتقالة هذه كانت من الأكل معانا. فبس هذه بتصمدني 24 ساعة بإذن الله. والله طفش الصراحة. الحين كم الساعة؟ الساعة يا عيال دقيقة شوف، احنا من الساعة 2 واحنا هنا الساعة 6. دقيقة، الساعة 6. ايوه، فصيرنا 4 ساعات باقي 20. يلا عادي ما في مشكلة، خليكم في المقطع. يا عيال عدت الآن 8 ساعات وبرد مرة، ووصلني التحدي الثالث. التحدي الثالث هو إنه لازم أنام بالخيمة. بشكل مختصر بنام بالخيمة. أصلا إيش التحدي هذا البيض يا أخي؟ هو أنا أصلا نايم في الخيمة، يعني ما حنام برا الخيمة. والله برد لازم أنام. يو أوه. خلاص الصباح بإذن الله بشوفكم. طبعا الساعة 12. قفل ضوء. طبعا الساعة 12 في الليل وأنا مو قادر أنام. هذا قاعد يشخر من الليل، ظلام وصوت عصافير وصوت بسس، فأنا بسحب عليه وبجي بكرة الصباح. اوه يا عيال الساعة 2 الفجر، الحين صحيت من النوم على صوت الحمام والهذي. والله بغير مكان الخيمة. والله مستحيل أظل كذا لين الصباح. وبعدين صحيت من النوم ما حصلت المصور، كيف كذا؟ والله بغير مكان الخيمة، بشيل الخيمة ووديها في مكان ثاني. ترقبوا المكان الثاني وأنا نلقاكم الصباح بإذن الله. يلا صباح خير. لا يعني أنا صاحي من قبل شوي، ولا كان كيف هذا مفتوح؟ والله نزل علينا مطر الحمد لله. فجأة عندي كذا واقي مدري ايش اسمه ذا، سماء بيضة ما شاء الله. فوالله الصباح الساعة كم هي؟ 10. صاحي أنا من الساعة 9، بس ما صورت لكم. ما عندنا إلا خيارة ولا برتقال، فوالله مشكلة كذا. إن شاء الله مطرنا موجود. راح أقيم الخيار من 10، لا أمزح عنه، بس ده عشان حركة صوت. رميت كيس الزبالة. ما حقدر أقشرها بعدين لما أطلع، إنه والله برد مرة مستحيل أفتح الخيمة، برد. عندي فصفص كمان. تخيل برن على المصور، أقول له ليش سحبت علي؟
دقيقة. شوف ليش تحب علي. انتوا شاهدين لو ما جاوب علي معناه هو غني. لا تسألني كيف، هو غني خلاص. رنيت عليه. سوق ام الهبل ذا شو هو عطش شوية. شوف ما جاوبني ما شاء الله غني. أبى أروح للجامع أغسل وجهي أصلي الفجر إنه ما صليتها. هي الحين والله مدري إيش أسوي. شكلي بروح على المصور ما يجاني، فبلم العفش. يا رب ما يطلع الجوال. هدي هدي لا تطيح. لا لا معلش طيحتكم. دقيقة يا الله. فبلم العفش يعني لما لا. فص جوال حط. الحين احنا قبل شوي وريتكم كنت في الجامع صليت الحمد لله، بس باقي انه والله برد. باقي كم ساعة؟ باقي ساعة واحدة على انتهاء التحدي. فبرجع للخيمة وبعمل لكم فقرة أسئلة نشوف فيها مستوى ذكائكم. فالجامع والله حلو ما شاء الله. والله برد مرة، بروح على الخيمة برجع. الحين عدنا يا عيال مع فقرة الأسئلة. فقرة الأسئلة بسألكم 10 أسئلة وإذا لازم تجاوبون عليه. يلا. شيء تراه في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة، إيش هو؟ واضحة وصريحة. والله أنا ما أعرف إيش الإجابة. المهم السؤال الثاني، باقي 10 دقائق المعلومية وبعدين نخلص وأخير الحمد لله. ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ سهلة. يلا بعدلكم الأربعة وبعدين بعطيكم إجابة. 1 2 3 4. العمر. ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب ولا نوافذ؟ واضحة وسريعة، مرة سهلة. 1 2 3 4. بيت الشعر. ما هو الشيء الذي يمشي بلا قدمين ويبكي بلا عينين؟ سهلة والله سهلة. 1 2 3 4. الغيمة تبكي بدون تمطر بدون عين. ما شاء الله والله سهل. طيب، كلمة مكونة من 4 حروف. إذ أكلت نصفها تموت وإذا أكلتها كلها تستفيد. يبوي إيش هذا؟ تمر. طلعت تمر. طيب هذا السؤال السادس.
إذا كان الأب عمره 40 عام والابن عمره 10 سنوات، بعد كم سنة يصبح عمر الأب ضعف عمر الابن؟ إذا هو عمره 40 عام زائد بعد 10 سنين 20 بعد 10 سنوات الأب بيكون عمره 50. كيف كذا؟ والله شات جي بي تي أنا ما له مثال. شوكم ما شات جي بي تي علينا. طيب يلا، إذا وضعت إبرة في البحر ماذا يحدث للبحر؟ لا شيء. لا خلص اليوم بقدر أروح للبيت. هنا وصلنا لنهاية الفيديو. أنا برجع للبيت الحين، والله برد ومطر وكل شيء. يلا سلام. نسيت أخذكم. سلام.